اذا عم تحاول كتير لحتى توصل للجراند ماستر بكلاش سكواد وما عم تقدر، فهذا الفيديو لإلك، لاني بهذا الفيديو جبت لكم. استنى قبل ما تكمل المقطع، انا قبل ما بلش تصوير حكيت مع الاول من العالمي بكلاش سكواد وسألته عن سر الوصول الى الجراند ماستر، بس للاسف ما رد علي الا من بعد ما صورت الفيديو ومنتجته وصار جاهز للتنزيل. بس اذا بدكم احكي لكم السر بالفيديو الجاي، وصلوا هذا الفيديو لل 750 لايك، لاني بهذا الفيديو جبت لكم اهم وابرز واقوى وافضل واسرع اقوى 5 طرق وقواعد راح توصلك للجراند ماستر بكل سهولة. طبعا يا اساطيري، بس قبل ما نبلش كالعادة بدي منك تنزل تحت تحط لك تشوف بالقناة، بدنا نوصل 40,000 مشترك قبل نهاية الشهر. طبعا يا اساطير، قبل ما نبلش بدي احكي لكم شغلة كتير مهمة. اكيد كلكم رح تسألوني ليش انت ما وصلت جراند ماستر بكاش سكواد وعم بتنزل هذا الفيديو وعم تتفلسف علينا. طبعا يا اساطير بكل بساطة، اذا بتروح على البروفايل تبعي بتجي يا اساطير على سجل الالعاب. طبعا انا عامل اللغة هيك، اللي ما بيعرف ليش فيشوف الفيديو الماضي لانه كتير مهم. طبعا مثل ما انكم شايفين هذا هو سجل المباريات او الجيمات اللي انا لعبتهم يا اساطير. شوفوا كلهم من تاريخ 3 ايام 4 ايام 4 ايام 4 ايام 4 ايام 5 ايام يا اساطير. شوفوا مثل ما انكم شايفين اسبوع اسبوع تقريبا يا اساطير. انا هاي اكتر فترة كنت عم بلعب فيها، يعني كنت عم بلعب كتير وهيك كانت المباريات. حتى هدول جيمات يا اساطير انا صورتهم لاني كنت عم جرب خدع وكنت عم اعمل جليتشات يا اساطير، ما كنت عم العب هيك مشان اتسلى. فانا يا اساطير لو بدي اوصل لجراند ماستر بكلاش سكواد كان من زمان وصلت، بس انا ماني مهتم بفري فاير، ما عم العب بفري فاير، ليك انا ما وصلت للجراند ماستر. وهلا بتصور صار الامر واضح وما حدا رح يحكي لي ليش عم تتفلسف هذا الحكي الفاضي. وهلا رح احكي لكم الخطوات الاساسيه لحتى تقدر توصل جراند ماستر بكلاش سكواد. كمان يا اساطير هاي الاشياء انا ما جبتها من راسي ابدا، انا شفتها اساطير ولاحظتها باللاعبين العالميين، يعني من اللاعبين اللي عم يلعبوا الاول على العالمي لما كانوا ينزلوا مقاطع على اليوتيوب او صور مسربة عنهم. انا شفت اساطير وراح احكي لكم اياها وراح اشرحها لكم اياها. طبعا اول شيء اساطير عنا الشخصيات الاساسية، الشخصيات بتلعب دور كتير مهم يا اساطير لحتى توصلك للجراند ماستر. طبعا يا اساطير اهم شيء انك تكون مفعل شخصية نشطة، كتير راح تفيدك يا اساطير. طبعا انت عندك شخصيتين راح يفيدوك يا اساطير، اما شخصية اروك اما شخصية ووكونج يا اساطير. فانت حاليا ما بدك تفعل ووكونج او بدك تفعل اروك يا اساطير، بس اهم شيء تفعل وحده من هدول الشخصيتين. بالنسبة يا اساطير للشخصيات الثانوية، طبعا اهم شيء انت يكون عندك يا اساطير عين الهاكر اللي هي موكو يا اساطير. كمان كلا لازم يكون عندك كتير ضروري، لانك يا اساطير تقريبا باول جولة راح تعتمد بنسبة كتير كبيرة على كلا خانز يا اساطير، لانه اغلب الناس ما راح يكون عنده سلاح، راح يكون عنده بس مسدسات. انت لازم تكون محترف بكلا يا اساطير، محترف بالبوكس. اما الشخصية الثالثة يا اساطير، فانا بفضل انك تحط شخصية كيلي يا اساطير، لان راح تعطيك سرعة. طبعا مو كيلي المطورة، كيلي الاساسية يا اساطير. واذا بدك يا اساطير تفعل يا اما كيلي اللي هو ماكسيمي يا اساطير، طبعا انت حر، بس انا بفضل يا اساطير انك تفعل كلا خونز اللي هي موكو عين الهكر، وكمان يا اساطير شخصية ماكسيم او شخصية كيلي. وهي كانت أهم خطوة لازم أنت تفعلها قبل ما تكمل الفيديو يا أساطير، أو قبل ما تكمل برحلتك للوصول إلى جراند ماستر بكلاش سكواد. بدي منك تاخد سكرين شوت للشاشة وتحفظ الشخصيات. ويا أساطير فيك أنت تغير وحدة من هدول الشخصيات الثلاثة الثانوية حسب أنت وطريقة لعبك. يعني إذا بتعرف تلعب كتير خلينا نقول بشخصية محمد رمضان أو رافائيل يا أساطير أو حتى لوكاس، فما في أي مشكلة. الشخصيات اللي بتعرف تلعب فيهم الثانوية ألعب فيهم، أما الشخصيات النشطة ضروري يكون يا اما الوك يا اما ووكونج. والخدعة التانية يا اساطير هاي شغلة من عندي انا بآمن فيها كتير منيح، لانه يا اساطير هي طريقة كتير اسطورية يمكن اغلب الاشخاص ما بيعرفوها، اللي هي اساطير انك تلاعب شخص نوب معك بالسكواد يا اساطير. لانك مثل ما بتعرف اذا لعبت شخص نوب يا اساطير، الاشخاص اللي ضدك ما راح يكونوا كتير محترفين، راح يكونوا اغلبهم منوى باساطير، وممكن يكونوا لاعبين عاديين بس ما راح يكونوا كتير محترفين. يعني اذا انت كنت عم تلعب مع سكوادك يا اساطير، فدخل معكم شخص نوب مشان الخصم تبعكم ما يكون كتير قوي يا اساطير. يعني اذا انت رتبتك يا اساطير رتبة اصدقائك ماسي او هيرو، فدخلوا يكون بلاتيني اساطير او ذهبي او حتى اقل، مشان الخصوم تبعكم مثل ما حكيت لكم ما يكونوا كتير محترفين. والخطوة الثالثة يا اساطير كتير مهمة انك تفهمها وتسمعها كتير منيح.
اللي هي أساطير لازم أنت يكون في تفاهم بينك وبين اللاعبين الآخرين يا أساطير، أو بينك وبين سكوادك، لأنه هذا الشيء كتير راح يفيدك يا أساطير. يعني لما تكونوا بتفهموا مع بعض وتركزوا مع بعض، أقل شيء يا أساطير راح تفوزوا الراوند كاملة 4-0. يعني تخيل يا أساطير يهجم عليكم شخص وأنتوا أربعتكم تفهموا على بعض وبتتفاهموا مع بعض، يعني يا أساطير خلال ثواني بس هو راح يكون ميت. وهذا الشيء بيربطنا يا أساطير إنه أنتوا لازم تضلوا مع بعض وتروحوا وين ما كنتوا يا أساطير، وتضلوا فريق واحد وما لازم تتفرقوا أبدا. لأنه يا أساطير بأغلب الجيمات اللي أنا بلعبها كلاش سكواد مصنف بلاقي إنه كل واحد راح على مكان، وهذا الشيء بيضعف كتير من السكواد. فإذا أنتم بتضلوا مجمعين على بعض فهذا الشيء كتير راح يفيدكم، راح يعطيكم فرصة كتير كبيرة إنكم تربحوا الجولة أو تربحوا الجيم. يعني يا أساطير بأغلب الأماكن وبأغلب المناطق بيكون في بيت بنص الخريطة، فأنتوا روحوا عليه كلكم يا أساطير وتغبوا فيه، وأول ما حدا يدخل اقتلوه فورا يا أساطير، وواحد راح يجيب واحد. يعني لما الشخص يشوف انه صديقه مات فاكيد راح يروح لعنده لحتى يساعده، هيك واحد راح يجر التاني لحتى تقتلوا الاربع اشخاص. والاهم يا اساطير انكم تكونوا تفهموا على بعض وتكونوا اذكياء باللعب. فنصيحتي لكم ضلوا مع بعض، لا تتفرقوا ابدا، لا تكونوا انانيين تسرقوا كلات بعض، لانه بالاخير كلكم بدكم توصلوا جراند ماستر. فهذا الشيء كله بيتلخص بالعمل الجماعي يا اساطير وبعمل الفريق، فهي الشغله كتير مهمه لا تنسوها ابدا. هذا الربع يا أساطير كتير كتير مهمة، وأنت لازم تستغلها بشكل كتير صحيح يا أساطير. طبعا خلينا نقول يا أساطير إنه 70% من الجيمات أو من الراوندات يا أساطير اللي بتلعب بكلاش سكواد بيضلوا لآخر الزوم يا أساطير لحتى يموت الفريق تبعهم. وبهذا الشيء يا أساطير بيجبرنا أن نستخدم القنابل. طبعا القنابل كتير كتير مهمة، يمكن أنت تشوفها شغلة عادية ويمكن تشوفها شغلة تافهة، بس إذا أنت عرفت تستغلها صح وعرفت تلعب فيها صدقني انت راح تقدر تفوز الراوند ويمكن لحالك يا اساطير. طبعا انا ماني خبرة كتير بالقنابل وكيف تشتغل بالقنابل، بس انت اللي عليك انك تتدرب فيها، واذا عرفت تلعب فيها فعن جد هي راح تكون فرصة كتير كتير قوية لحتى تفوزك الجولة يا اساطير. يعني تخيل انت تكون باخر الزوم والخصم قدامك وما في بيناتك الا ثلجة وحدة، يمكن هو اكيد ما راح يكون عنده قنبلة، لانه مثل ما حكيت لكم في كتير اشخاص ما بيهتموا بالقنابل وبفكروها شغلة تافهة. فانت لما يكون عندك قنبلة اساطير وتزت عليه اكيد هو راح يطلع من الثلجة. فهذا كان مثال من كتير اشياء بتصادفك يا اساطير تجبرك انك تستخدم قنبلة وبعدين انت تتذكر انه ما اشتريتها وتندم بعدين. طبعا انت لما تلعب كلاش سكواد راح يكون في 4 اشخاص، فعلى القليلة خلوا شخص واحد منكم يشتري قنابل اساطير ويزتها للخصم، والشخص الثاني يهتم بالثلج، والشخص الثالث يهتم بغير اشياء. هذه الشيء اساطير راح يوصلنا على النقطة الخامسة والقاعدة الاساسية. طبعا يا أساطير القاعدة الخامسة والأساسية هي كتير مهمة، وخلينا نقول 95% من اللي بيلعبوا فري فاير ما بيهتموا فيها أبدا أبدا. أنا لما راح أحكي لكم إياها راح تفكروها شغلة تافهة وأكيد ما راح تهتموا فيها، بس لا يا أساطير بدي منكم تركزوا عليها وتعطوها حقها يا أساطير، لأنه هي راح تفيدكم كتير كتير. اللي هي أساطير ترتيب الأسلحة. طبعا السكواد مؤلف من 4 أشخاص، وأغلب الأشخاص أساطير بيشتروا شوتغن، بس لا يا أساطير أنا بدي منك انه كل شخص منك بالسكواد يشتري غرض معين او سلاح معين يا اساطير. يعني خلي الشخص الاول يهتم بالاسلحه قريبه المدى يا اساطير، والشخص الثاني يهتم بالاسلحه بعيده المدى يا اساطير، والشخص الثالث يهتم بالمتوسط يا اساطير، ومثلا خلينا نقول انه الشخص الرابع يهتم بالاثنين بالاسلحه قريبه المدى وبعيده المدى يا اساطير. يعني بالاخير لازم ترتبوا الاسلحه على حسب المنطقه اللي انتم فيها، اذا راح يكون الفايت فيها عن البعيد او عن القريب. بس اهم شيء ما لازم تشتروا نفس الاسلحه، لانه هاي اكبر نقطه ضعف لكم يا اساطير. يعني تخيل يكون الفايت عن بعيد كلكم مشترين نفس الاسلحه اللي هي عن المدى القريب، فاكيد انتم راح تخسروا وما راح تستفيدوا اي شيء من الاسلحه اللي انتم اشتريتوها. اهتموا منيح بالاسلحه ووزعوا المهام لبعض وخلوا الجيم تبعكم يكون منظم كتير، وهيك بكل بساطة انتوا رح تربحوا الجولة، وجولة بعد جولة رح توصلكم للجراند ماستر بأسهل طريقة يا أساطير. الشغلة بس بدها تفتح مخ وقوة تركيز يا أساطير، وأهم شي إنك تكون أنت تتفاهم مع أصدقائك تكون فهمانين عليك، وهذا الشي شرحته يا أساطير. فإذا أنت ما استوعبت الفيديو كتير فارجع عيده يا أساطير أو ابعته لصديقك لحتى يفهمه. فهذا كان الفيديو يا أساطير، وهي كان طرق. اكتبوا لي تحت التعليقات شو هو أكتر مركز وصلتوا أنتم بكلاش سكواد. فبفوز جديد والسلام عليكم.